السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة، قلبكم طيبة. وصفتنا النهاردة البسبوسة بالبندق بطريقة تانية مختلفة غير الطريقة اللي أنا نزلتها لكم من فترة. تعالوا مع بعض كده نشوف المقادير ايه. اول حاجه معايا هنا يا بنات، انا عندي سميد بسبوسه سايب، مش بتاع شركات، يعني مش متضاف له اي حاجه خالص، مش الكياس الجاهزه اللي هي بيبقى مكتوب عليها إيه اللي بتضيفيه، 3 مكونات بس بتضيفيهم عليهم. لا، انا جايباه سميد بس، ولا سكر ولا اي اضافات تانية عليه. بتجيبيه من اي عطار يكون مضمون وكويس، او بتجيبيه اللي هو باكت بتاع شركات كده، بيكون سايب لوحده، يعني ما بيكونش اي اضافات، اللي هو سميد بسبوسه بس فقط لا غير. تعالوا مع بعض كده نشوف المقادير. ده نص كيلو يا بنات، مقادير النص كيلو عليها نص كوبايه من السمنه، كوبايه ونص من السكر، كوبايه من اللبن او الحليب عشان الدول العربيه. تمام. طيب، بحط اول حاجه سميد البسبوسه عليه رشه من الملح، كوبايه ونص من السكر، بقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد كده بنزل بالسمنه. طالما انت حطيتي سمنه بس، مش ضايفه اي حاجه تانية عليها، لو عايزه تقلبي ساعتين 3 براحتك عادي، مفيش مشكله. اهم حاجه لما ننزل بالمواد السائله اللي هي، اللهم صل على النبي، زي مثلا اللبن، اللي هو انت يعني دوبك تقلبي بس كده الخليط يتداخل مع بعضه، لكن ما تقلبيش فيه كتير عشان ما تقدمش منك، او ان بصوا يعني هو الخليط ده سميد البسبوسه، كل ما قلبتي فيه كتير كل ما تنشف منك ما تبقاش حلوه. لكن لو انت مثلا قلبتي كده تقلبتين، خلاص الخليط بقى متماسك، بقى متجانس، كله بقى واحد. تمام. ما تقلبش كتير زي خليط الكيك. تمام. وقوامه بيبقى تقيل زي كده، ما تخافيش جدا، يعني ما تخافيش قوي من قوامه. لا، ده قوام المظبوط على فكرة، مش بيبقى خليط زي الكيك كده. لا، ما بيبقاش سايل، هو بيبقى نفس المقدار ده، يعني كوباية لبن على نص كيلو حلوة جدا. تمام تمام. عندي الصينية بقى، انا دهناها. بصوا بقى للأمانة يا بنات، الكمية اللي انا حاطاها في الصينية دي مقدار الصينية صغير. تمام. فلو انا كنت حطيت في صينية اكبر كان السمك بتاع البسبوسة هيطلع ارفع شوية، لكن هو طلع معايا سمكه تخين شوية، لكن طعمها اللهم بارك كان حلوة جدا. تعالوا مع بعض كده نشوف احنا نعمل ايه. بصي، بتسويها بالمعلقه او بتسويها بايدك. انا سويتها بس الاول كده بالمعلقه، والجزء الاخير دوت انا هسويه بايدي كده اهو. بصوا، هي ولا هتلزق معاكي ولا مش مايعه معاكي كده، لا هي ما شاء الله تبارك الله هي ماسكه نفسها. هحاول بس ان انا اسويها بحيث ان الصينيه كلها السطح بتاعها يكون متساوي. واكتر حاجه تهتمي بيها الاطراف يا بنات، لازم الاطراف كده ان انت تضغطيها كده لتحت، ما تبقاش ليها كيرف او حرف طالع لفوق، بحيث لما تدخليها الفرن ما تحرقش منك الاطراف قبل الصينيه ما تاخد لون يعني. تمام تمام. شاركتها معاكم المرة اللي فاتت ان انا كنت عاملاها باللوز. النهاردة هعملها معاكم بالبندق. هجيب كده كام واحدة من البندق، هو يعني مش متحمص ولا حاجة، زي ما هو هحطه في كيس، وهبدأ ان انا اكسره بأي حاجة، بمعلقة خشب، بكنكة يا بنات، بأي حاجة، بشاكوش، يعني تخليه كده مجروش، احنا مش هنخليه ناعم. احنا لو عايزينه ناعم ما انا فرمه مكسرات على بعضها وجاهزة معايا، لكن انا مش عايزاها ناعمة، انا عايزاها بس تكون مجروشة كده عشان تكون واضحة معايا على وش الصينية. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبقشره برضه يا بنات، انا ما شلتش القشر منها، زي ما بتروحي تجيبيها كده من بره وبتلاقيها كده ايه بالظبط كده ايه، مرشة على الوش كده بشكل عشوائي. جيت هنا بقى بدأت بقى ان انا ارش كده بحيث ان انا ايه، احاول ان انا ايه على وش الصينيه كله يكون ايه موجود البندق عليها. بحاول بقى ان انا اسويها ان ميبقاش في جنب فيه وجنب يكون مفهوش، زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل دوت. انا بقى بعد ما ارش بقى الرشه الحلوه ديت، هاجي بقى بعد ما اسويها كده واحط، يعني قبل ما تضغطي على المكسرات سويها كده ايه، وانقلي من هنا لهنا بحيث ان الصينيه كلها تبقى كلها فيها بندق وكلها متساويه، مبقاش جنبي فيه كتير وجنب لا. بعد كده بضغط ضغطه بقى على المكسرات ان هي تتعشق في قلب البسبوسه، بحيث لما تطلع من الفرن واجي اسقيها بالشربات، ما يعني البندق ما يخرجش منها، يكون ثابت فيها. تمام زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبرده سويت برده الحروف تاني الاطراف، بحيث ان انا ابقى متاكده ان هي ما تتحرقش مني ولا حاجه، زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. بس كده. هنا بقى كانت البسبوسه معايا جاهزه. هدخلها الفرن، الشبكه في النص. الفرن بتاعتي غاز، مش كهرباء يا بنات، وكمان مش مشغلها الشويه. انا بحطها في الفرن على درجه حراره 200، بتاخد لها كده تلت ساعه نص ساعه، بتطلع معايا واخده اللون اللي انا هوريهولكوا دوت. الطريقه دي غير الطريقه التانية اللي انا شركتها معاكم يا بنات.
جيت هنا بقى قلت بس هديها تعليمات بس كده ايه من فوق كده، حاجات بسيطة بحيث ان انا اقسمها عشان لما تطلع من الفرن واجي اسقيها تتسقى حلو معايا، وفي نفس الوقت برضه تبقى سهلة عليا في التقطيع. بحرف السكينة كده تقطعيها كده ايه تقطيعات كده ايه على حسب ما انت عايزة والشكل اللي انت طبعا طالباه او حباه. بس هي كده جاهزة معايا، وزي ما انتوا شايفين كده يا حلاوتها. بصوا بقى الشربات بتاعها، بما ان هي المقدار بتاع البسبوسة نص كيلو، مش اقل من كده، فانا هعير كوبايتين من السكر على كوبايتين من الميه. الشربات بتاع البسبوسه السكر قد الميه بالظبط، ايا كان الكميه انت تعمليها، حطيت 3 يبقى 3 3، 4 4، 5 و5. نفس مقدار السكر هو مقدار الميه يا بنات، كوبايتين من السكر كوبايتين من الميه. ما بحطش عصرة ليمونة، ما بحطش اي اضافات خالص، بحطها على النار. اول ما بتقعد تغلي كده والسكر بتاعي بيختفي بروح طافيه عليها. الشربات بتاعي بيبقى دافي والبسبوسة بتبقى خارجة من الفرن سخنة، ما بستناش حاجة فيهم تبرد. البسبوسة بتبقى خارجة زي ما انتوا شايفين كده هي سخنة، والشربات بتاعي دافي. ببدأ ان انا بسقيها. اول ما تلاقي ان البسبوسة بتتشرب معاكي بالشكل دوت، تعرفي ان هي كده تمام، والحمد لله لحد ما ان هي كده تمام مستوية معاكي وحلوة وطلع معاكي ناجحة. لكن لو هي اخدت وقت في الشرب، ان انت مثلا سقيتيها وما تشربتش بسرعة كده، يبقى مثلا فيها مشكلة. من العادي بتاعي ان انا بعد ما بسقيها بغطيها بنات وبسيبها براحتها ساعة 2 3، ما تبقاش منشفة، تبقى طرية وتمسك نفسها. لكن انا اليوم ده انا عملت، طبعا كنت لو انتم متابعين على قناة الروتين هتقولي ان انا عملت حاجات كتيرة قوي، كنت وقتها بعمل الكحك برضو، فاستعجلت عشان اخلص بس التصوير وقطعتها معاكم. انا بس كنت كل اللي يهمني ان انا عايزة اوريها لكم ان هي تمام يعني حلوة، وبتبقى واخدة اللون الذهبي من فوق ومن تحت، وكمان بتبقى بيضة من جوه، بتبقى مرملة ومبسبسة وجميلة وحلوة. بصوا بقى هنا طبعا هي لسه متشربة الشربات حالا، انا ما استنيتش عليها حتى ربع ساعة في ساعتها دلوقتي. بصوا بقى وانا بقطع ولا هي بتفرول ولا بتطلع معايا ولا حاجة، ده دليل ان هي ناجحة رغم ان هي سخنة. وده طبعا اكبر غلط ان انت تقطعيها وهي سخنة، لازم تستنيها لما تبرد تماما. بص بقى لما جيت اطلعها فهي من الجناب طبعا لسه ما مسكتش نفسها ولسه مسقيه شربات، فده يعني ده عادي. بس بصوا بقى هي عامله ازاي، مرمله وجميله. ده كان كل اللي يهمني وحبيت ان انا اشاركه معاكم. بس يا بنات ده وصفه النهارده، يا رب تنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.